عليكم. فيديو اليوم غيكون على روتين العناية والاستحمام واهم الوصفات اللي كنستعمل من زمان ونتائجهم جد رهيبة، سهلين بزاف ومتواجدين في كل بيت صراحة. والنتائج ديال هاد الوصفات اللي غنشارك معكم اليوم خطيرة البنات. كذلك المنتجات اللي كنستعمل في الاستحمام وفي العناية اليومية، عناية شاملة. غنشارك معكم رأيي بكل صراحة مع بعض المشتريات اللي خديت غنشاركهم معكم. فيديو غزال بزاف، فيه بزاف ديال النصائح، اكيد غتستافدوا ولو في حاجه واحده. خليكم معايا. اول حاجه لقيتوني نظفت هذا الكوان اللي كنزل فيه المنتجات اللي كنستعمل تقريبا بشكل يومي، كنخليهم حدايا باش كنحاول انني ما ننساهمش، مثلا واقي الشمس ولا لي كريم ادغاتون اللي يدين في الليل، لي فيتامين اللي كناخذ كنحاول انني ما ننساهمش كنزلهم في هذه البلايصه. وبما انني الا خديت هنا شي منتجات حاولت ننظف هذه البلايصه باش ننزلهم في بلايصه نتحمس ليهم هكا شويه الحماس. اول حاجه غنشارك معكم اللي هي هاد الفيتامين اللي كان وصلني اسبوع قبل، وانا قلت هنا صورته لكم باش نشاركه معكم في الفيديو. انا فاش غير وصلني انا صورته. هاد الفيتامين هذا غني عن التعريف، يمكن لكم تبحثوا عليه وتشوفوا الفوائد ديالو بالنسبه للشعر اول حاجه والجسم والاظافر. هو يعني كيف قلت لكم غني عن التعريف، مكمل غذائي رقم 1 في العالم بالنسبه لهذا الموضوع، وهذا الشيء اللي كيقولوا عليه انا حاليا غادي نبدا نستعمله. وفي الفيديو القادم ان شاء الله اللي خاصين بالعنايه غادي تلقاو الراي ديالي فيه بكل صراحه. فانا ما شريته الا واقتنعت به، دونك كنتمنى تكون النتائج ديالو زوينه. وندوزو لاول وصفه اللي غادي نستعمل هنايا قبل ما نمشي للحمام او لا ندخل للدوش. كيف كتعرفوا البنات، البصله من اهم الحوايج اللي ممكن اننا نديروهم للشعر، واكثر الحوايج المفيدين للشعر. كنا عارفين هذا الشيء، ولكن الطريقه الصحيحه باش يمكن لنا نحضروا الوصفه ديال البصله للشعر اللي هي بزاف الناس كيخطئوا فيها. مثلا كاينين شي بنات كيغليو البصله اولا كيخلطوها مع شي حاجه، فهي عندها واحد الطريقه واحده محدده فقط مع معايير ديال انك غير تصوبيها ديريها مباشره في شعرك وتخليها واحد المده معينه. الا فتي هاد المعايير ما كتستافدي حتى شي حاجه من البصله. الطريقه ديالها كيف غتشوفوا معايا هنا باش تستافدوا منها يعني 100%. كناخذوا حبه من البصله، ومن الافضل لو انها تكون اللون ديالها احمر كنحكوها هكذا ولا كنطحنوها فقط بوحده، ما كنضيفوا عليها حتى شي حاجه هكذاك خضره. انا هنايا حكيتها مزيان في حكاكه رقيقه يعني بشرتها بشكل دقيق. وهنا غادي نستعمل المصفات باش نعزل الماء على هاد الشوائب، لانني غادي نحتاج فقط الماء. وهاد العمليه كيخصنا نديروها بسرعه، اقل من 5 دقائق ملي تكون البصله مازال كتحرق. كنا كنعرفوا ان البصله الا حكيتيها كتحرقك في عينك. هذيك الماده اللي كتحرق في العين هي الماده الاولى اللي مفيده للشعر. انا ما بغيتش ندخل معكم بزاف في التفاصيل ديال هاد المواد، انا حاولت نعطيكم الخلاصه وانتم جربوها من المره الاولى غادي تحسوا بالفرق وتحسوا بالنتيجه. كناخذوا الماء على هذا الشكل وكنستعملوه على شعرنا مباشره في 5 دقائق الاولى، يعني كتكون البصله باقا كتحرق كنستعملوها على الشعر ديالنا، نشقوها فقط على الجذور نصف ساعه الى ساعه، وكنديروها 3 مرات في الاسبوع. ومن هاد الوصفه هذه غتلاحظوا نتائج رهيبه في الشعر ديالكم، غتعتنيوا به يعني من ناحيه البروتينات اللي كيحتاج. ان البصله فيها مواد كتجذب البروتين وتجذب البيوتين، تجذب الدم الفروه ديال الراس، وبهذا كنحصلوا على شعر كثيف، فروه راس صحيه. اما بالنسبه للاطراف فباش كنحافظوا عليهم انهم ما ينشفوش بزاف، يعني البروتين كينشف الشعر، هو مفيد ليه لكن كينشفوا شويه. بالنسبه للاطراف انا بالنسبه ليا عندي اطراف جافين، كنحاول دائما انني نرطبهم باي حاجه، ولو هكذا كيف شفتوا هنايا عندي زيت زيتون ضفت عليه ملعقه من زيت الكوك. انا زيت الكوك هنايا منزله فيه هنا حبيبات من الخزامه، يمكن لكم تنزلوا حبيبات من المحلب، حتى هو مفيد جدا للشعر. كتنزلوهم على الزيت وكتخليوه حتى كيوصل لواحد السخونيه وكتخليوه مده حتى كينسجم معاه. كنلقاه انا واجد باش كنديرو في الوصفات ديالي يعني للشعر. فاش كنبغي شي حاجه سهله للشعر كندير هكذا شويه زيت العود وشويه ديال زيت الكوك، ولا كنزيد معاهم شويه ديال الزبده، وكنستعملهم على اطراف الشعر كيرطبوا بواحد الشكل زوين وكيحميو الشعر من التقصف، كيساعدوا على انه يطول ويكون الشكل ديالو ناعم وصحي.
كنخلطهم معاه بهذا الشكل مزيان، نحاول نديرهم هكذا في مايكروويف ولا باماغي، مهم حتى ينسجموا شويه مع بعضياتهم باش يكون حتى القوام ديالهم شويه دافئ، ما يكونش سخون بزاف، غير فقط داك باماغي كيخليهم يوليو دافيين، وبهذا كينسجموا في الشعره بسرعه وكيتغلغلوا فيها. يمكن لكم يعني مورا انا هنا ما درت البصل على الجذور واستعملت هذا الزيت على الاطراف. كتجمعي الشعر ديالك وتغطيه بفوطه عليها ماء ساخن وتخلي هاد المكونات مده ساعه، ومن بعدها كتستحمي. عندي هنا وصفه اخرى واللي من بين الوصفات الخرافيه البنات، صدقوني اقتصاديه والمفعول ديالها كيجي غزال بزاف. صراحه غتحماقوا على هذه الوصفه ملي غتجربوها، انا ما كتخطانيش. وهذه الوصفه راه خدات شهره كبيره، وانا هنا غنشاركها معكم بطريقتي، وحتى نتوما كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وتستافدوا منها. وصفه توحيد لون البشره. اهم حاجه في هذه الوصفه هي انها كترطب كتحمي البشره، خصوصا من بعد الكوماج ديال الحمام المغربي. يمكن لكم تستعملوها كماسك، كمرطب، اي حاجه. بالنسبه للاقدام فهي كتساعدكم انكم تخلصوا من التشققات اللي كاينين في الاقدام. بالنسبه للناس اللي عندهم الجفاف كيستعملوها في الاقدام ديالهم وكيخليوها بحال الكريم. بالنسبه للوجه ديالك تقدري ديريها ماسك، الجسم ديالك كذلك ماسك، غسول يومي، كجل استحمام يعني بشكل يومي للجسم ديالك. والنتائج ديال هذه الوصفه هذه ملي كديروها الصراحه غزاله بزاف. كتحسوا اول حاجه ان الجسم ديالكم رطب والريحه ديالو غزاله، ومع الوقت كتساعد في توحيد لون البشره وتخلصكم من تسبغات واي مشاكل في البشره. والحاجه الزوينه فيها ان مكوناتها بسيطه. كيف شفتوا انا عندي صابونه ديال دوف، عندي شويه ديال النشا، زيت الجليسيرين، وعندي هذا ماء الورد ولا تونر ديال ماء الورد كنت شاركته معكم في فيديو سابق، فهو متوفر في المحلات الكبرى، يعني محلات التسويق الكبرى بحال مرجان، كارفور، اطلقوه فيهم. الثمن ديالو رخيص بزاف، اصلا هو ما غاليش، وانا كنت شريته عليه عرض 50%، كنت شريته بثمن رخيص، الحجم ديالو كبير، وحتى هو غزال بزاف في الرائحه وكيساعد على توحيد لون البشره. الا ما بغيتوش تاخذوه تستعملوا يعني ماء الورد فقط، فهو هذاك بديل اصلا الماء الورد، فهو رخيص يعني ما تحتاجوش ماء ورد. كنصحكم تمشيو لكارفور ولا مرجان وتقلبوا عليه، غتلقاو غيعجبكم بزاف. الوصفه ايضا يمكن لكم تستعملوا معها كريم ديال الجسم ولا بودي لوسيون، هكا لوشن، كيبقى اختياري. المكونات الاساسيه هي فقط صابونه ديال دوف بالنوعيه اللي كتفضلوا فيها، هي بزاف ديال الانواع. كنستعملوا 2 معالق كبار من النشا، وزيت الجليسيرين اللي مهم بزاف في ترطيب الجسم وكيحفظ لنا الرطوبه في الجسم، والماء ديال اللي وريتكم ديال التونيك ولا تونر ولا تونيك ديال ماء الورد. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ هذا القالب ديال الصابون دوف اللي هو صابون زوين بزاف وممكن انه يستعمل على البشره كيف كتعرفوا، وهو كذلك كيرطب البشره وكيساعد على توحيد اللون فيها. هنا بشرط هذا القالب من صابون، وغنضيف عليه القياس ديال النشا. ضيفوا، انا درت هنا 2 معالق كبار، يمكن لكم ديروا حتى 3 وحتى 4 الا بغيتوا. فهاد الخلطه هذه كتعطي كميه كبيره كتبقى معكم شهر او اكثر، المهم على حسب الاستعمال ديالكم نتوما، واش غتستعملوها للجسم ولا فقط الوجه ولا كتستحموا بزاف. انا صراحه كتبقى عندي تقريبا هكا شهر، وكنعاود نصوب وحده اخرى، وكل مره كنحاول نبدل الرائحه ديال صابونه الضوف. مره كندير ضوف العاديه، مره ضوف بالارغان، مره ضوف بالخيار، مره بالرمان، حتى هي الرائحه ديالها زوينه والترطيب ديالها ممتاز. الان كنضيف هذا الماء ديال الورد اللي هو تونيك ماء الورد. انا خليت لكم هنا الصوره ديالو بالسميه باش تعرفوه، وغترجعوا للفيديو السابق اللي خاص بالعنايه، نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو في الوصف، ودخلوا تشوفوا التفاصيل عليه اكثر الا بغيتوا تاخذوا. كيولي القوام على هذا الشكل. كنخلطهم مزيان بعد ما نضيف زيت الجليسيرين الغني عن التعريف، كذلك مهم بزاف للترطيب وخصوصا للشفاه اللي عنده مشكل التشققات في الشفاه، خصوصا في الفصل الشتاء كيف كنعرفوا دابا، فالبشره ديالنا كتعرض بزاف للجفاف. هاد الوصفه غتنفعها بزاف بزاف بزاف، خصوصا هاد زيت الجليسيرين بوحدو يمكن لكم تستعملوه. مثلا ديري الكريم في يديك تزيدي فوق منه، الكريم في وجهك تزيديه فوق منه باش كيتحافظي على هذاك المفعول ديال الكريم.
في الشفايف زوين بزاف، ديريه في الليل صبحي شفايفك غزالين. اما بالنسبه للرجلين خلاص فهو كيحفظ فيهم الرطوبه وكيرطبهم بواحد الشكل عجيب. هذا وصفه عموما تستعمليها في رجيلاتك هكا في الليل، ديري تقشرها تنعسي وشوفي الصباح كيفاش غيصبحوا تفكريني. اقسم بالله الا هذا وصفه غزاله بزاف صراحه. امال فاش كنحلف انا حلفت عليها كتعجبني صراحه، وحبيت انكم تجربوها. هادشي علاش كنشكرها لكم بزاف، بغيتكم تجربوها وتستافدوا منها وتعجبكم حتى نتوما. باش نحصلوا على واحد القوام اللي ناعم، هنا كنطرب المكونات. يعني اختياريه هذه الخطوه. نتوما الا استعملتوا لوسيون بزاف هذاك التونيك فهو كيذوب الصابون دغيا، كنتوما كتحركوا على حساب اللي بغيتوا. التطراب ديالها او الخلط ديالها بالخلاط الكهربائي كيساعد انها تنسجم اكثر. ايضا الحجم ديالها كيتضاعف، كتجي بحال شي كريمه. هاد الوصفه كنحتفظوا بها في الثلاجه وكناخذوا منها القياس اللي غنستعملوه ناخذوه معنا للحمام المغربي. مهم بزاف مراء الحمام المغربي والكوماج اللي كنديروا او التقشير الفيزيائي اللي كنديروا بالليفه المغربيه، مهم اننا من بعدها نستعملوا خلطه للترطيب، وهذه خلطه من بين الوصفات يعني الجد مناسبين بعد الحمام المغربي وفي الحمام اليومي يعني لترطيب الجسم. غزاله بزاف وخفيفه على البشره. كيجي الشكل ديالها بحال هكذا بعد ما كنخلطها مزيان وكيتضاعف الحجم ديالها. هنا غندوز باش نشارك معكم يعني روتين خفيف العنايه بالاقدام. كيف كنعرفوا ضروري الرجيلات هكذا كنخشيهم في شويه ديال الماء سخون مع شويه ديال الحامض. انا الحامض جبدته من المجمد متحتفظه به. وعندي هنا الملح خاص بالاستحمام، هو ملح خشن، هذا غزال بزاف هكا للرجلين للتنظيف. ديروا هكا ساشيات في البلاكار في اي بلايصه مضاد للرطوبه. هذا الملح هذا غزال بزاف، يمكن لكم تستعملوه حتى في التنظيف يعني ديال الدار، كيخلي طاقه ايجابيه وكينظف بشكل عميق. انا زينت بشويه ديال الورد هكا كنحاول نستمتع بالموضوع. ورجيلات ديالنا هكذا كنخليهم منقوعين في الماء الساخن باش كيسهل علينا التقشير. كنضيفوا الماء الساخن كل ما حسينا ان الماء بدا كيبرد تقريبا كنكملوا رجيلاتنا. هو اصلا كديري رجلك في الماء الساخن كتحسي بالراحه، ما كتسخيش تحيدي. كديري المده اللي بغيتي وكتبداي تقشريهم. هاد الحجره هذه معروفه غزاله بزاف كتقشر الرجلين. وكاينه عندي هاد الأداة الخشبية اللي حتى هي كتقشر بشكل ممتاز جدا. انا فقط احتفظت بها في الدوش وتغير لي اللون ديالها. فكيف شفتوا في الفيديو السابق كان الشكل ديالها غزال بزاف ومحتفظه بها. يعني كنصيحه باش تحتفظوا بالأداة الخشبية لفرك الرجلين. خليوها فقط في الغرفه ديالكم، يعني ما ديروهاش في لاميديتي في الحمام. فرشاه الخاصه بالاظافر كيف شفتوا. وهنا بعد هذا الروتين غنستعمل الخلطه اللي صوبت معكم، غنستعملها كماسك للرجلين. كنقوميها هكذا مزيان، يعني كندهنها مزيان وكنخليها حتى تجف. ومن بعد كنغسل رجلي ونرطب بهذا الكريم اللي انا ما استعملتوش في الوصفه. كنبغي نستعملو هكذا من بعد الحمام افضل، كنستعملو كمرطب باش كيبقى مده طويله. وزيت الجليسرين كيف قلت لكم زوين بزاف، وانا شخصيا عزيز عليا كنجيب منه بزاف. وهي هنا وحده تسالات ليا، انا جبت وحده باش مني نبغي نصاوب الوصفه القادمه ان شاء الله نلقاه. وانا تيعجبني حتى في الترتيب اليومي كنخليه حدايا باش نتفكر في الليل نديرو على الشفايف وعلى الايدين. الترتيب ديالو غزال بزاف. ايضا الثمن ديالو ما كيكونش غالي، فهو متوفر في جميع الاسواق. بالنسبه لروتين العنايه بالشعر فكيف شاركت معكم في الاول الوصفات، دابا نشارك معكم طريقه الغسيل. هاد شامبوان وابري شامبوان ولا ديميلور ولا شامبوان وبلسم من اروع الشامبوان يعني اللي يمكن لكم تستعملوه من هاد الماركه الغنيه عن التعريف تريسمي. صراحه جميع اطباء ديال فروه الشعر والاختصاصيين في الشعر كينصحوا بهذا الشامبوان نظرا لانه خفيف على الشعر وما كيحتويش على السيليكون. يعني خليوني من دوك لي شامبوان اللي كيكتبوا فيهم نو سيليكون نو بارابين نو وفي الاخر ملي كتبحثي في المكونات كتلقايهم كاينين. فهاد الشامبوان غزال بزاف وخفيف على الشعر، وبالنسبه للشعر الجاف هذا كيرطب وكينظف بشكل عميق. وواحد الاضافه اللي بغيتو الريحه ديال البصله ما تبقاش لكم في الشعر، ايضا للعنايه بالفروه والتطهير كنضيف واحد المعلقه ديال القرنفل. يعني مباشره ملي كنشري الشامبوان كنحط هاد المعلقه من القرنفل في الداخل ديالو وكنخليها كيتحول اللون ديال الشامبوان بهذا اللون، هو اللون الطبيعي ديالو شفاف
لكن بعد اضافه القرنفل وكنخليه مده كيولي اللون على هذا الشكل. هذه يعني من بين النصائح المهمه اللي ديروها الشامبوان، غتعطيكم نتائج غزاله. كتخلص يعني تخلصكم من رائحه ديال البصله واي وصفات كتخلي ريحه غزاله في الشعر. وعلى ديك الرائحه هذا سبراي خاص بتعطير الشعر بعد الوصفات وبعد الاستحمام. ما تستعملوش بزاف هاد المواد المعطره، حاولوا تكتفيوا بالقرنفل والقهوه حتى هي كتحيد الريحه من الشعر. ومن بين لي كريم او لي باك اللي شريت مؤخرا هاد الكريم هذا ديال سيكا بلاس بوم بي 5 من لا روش بوزي غزال بزاف حتى هو سمعت عليه نصائح من عند اطباء خاصين يعني اختصاصيين في الجلد، نصحوه بزاف وشفت الاجانب دايرين عندهم ضجه، فانا قررت انني نشريه وفعلا عجبني بزاف. هو هاد الكريم خاص بترطيب جميع انواع البشره، كيحمي الحاجز ديال البشره اللي كتعاني من الاكزيما الورديه، لطيف جدا على البشره وحتى البشره المعرضه للحبوب. يعني كتحطوه في الليل وكتنعسوا كتحسوا به كيرمم لكم البشره. انا عجبني بزاف وزدت خديت منه باك اخر لانه كان هنا في البلاك فرايداي كان عليه واحد الخصم ديال تقريبا 50%، خديت منه زوج باش يبقاو عندي المده كامله نستعملو. فالاستعمال ديالو هو للوجه وحتى للجسم، داكشي علاش خديت منه باش نستعمل حتى الجسم بعد ازاله الشعر، تعرض للشمس، هكا اللي استعملتو الواكس. مهم بزاف ديروا هذا الكريم موراه، كيساعد على انه يجدد البشره ويخليها ما تخليش هكا لا تراس، فهي كيف كتشوفوا سيكا يعني سيكاتريس، كتحيد السيكاتريس من الوجه واي حاجه. ولو تيرمال كيجي معاه غراتوي مع هذا الباك. انا نخلي لكم لا باج اللي شريت منها هاد المنتجات، نخلي لكم هنا السميه ديالها الفوق، ونخلي لكم الرابط ديال الباج انستغرام اللي اشتريت منها هاد المنتجات. لو تيرمال مهم في الترطيب، فانا ديجا كنستعملو. كان عندي قبل شريته في الصيف، هو وهاد ليكرون ديال افن. كنت خديت ليكرو ديال افن في الصيف وعطاوني معها هذا غراتوي، كان واحد لو باك حتى هو من بين العروض ديال الصيف. هذا هو الشكل ديالهم. هاد ليكرو هذا مناسب جدا للبشره المختلطه، داكشي علاش كنت خديته في الصيف. البشره ديالي شويه كتبدا تفرز الدهون، هو جدا مناسب والحمايه ديالو عاليه، وحتى هو من احسن ليكرو. يعني بغيتو تجربوا خذوا هاد افن مع هاد لو تيرمال تقريبا بحال لا روش بوزي، بحال نفس الشيء. ما كنستعملوش غير هو لان البشره ديالي انا مختلطه، بعض المرات كتكون جافه، فكنحتاج هاد الكريم سولاي ديال بيافين، حتى هي غزاله بزاف الوجه الجسم الدراري الصغار بعدو غير على محيط العين، فالثمن ديالها ما غاليش وحجمها كبير ومناسب. ايضا شريت هاد المعطر، كنت خديته من بيم، البنات اللي كيبغيو يتغداو من بيم. هاد المعطر برائحه العود، انا عاد فتحته معكم فاش كنت كننظم الكوافوز اولا الركن ديال المنتجات اللي كنقربها ليا، كنحط هكذا معطر كل مره وديالاش، مره كتكون بخره هكذا ديال لا فابور. فانا دابا حبيت نحط هذا كيخلي الريحه زوينه، جربوه. بالنسبه لهذا الغسول اللي حتى هو كيجي مع الباك، يمكن لكم تستعملوه جيل لافون هكذا للجسم وحتى الوجه، تستعملوا مع هذه الاداه اللي كتنظف البشره بشكل عميق. خذوها من مينيسو. وايضا ما نساوش ازاله الشعر الزائد من الجسم، فانا كنصحكم دائما بالواكس. بالنسبه للبنات اللي ما كيقدروش يديروا الليزر، فانسب حاجه هي ديري هذا الواكس هذا غزال بزاف. انا دائما يعني معتمدها. ودابا خديت هاد لاباغاي هذه، انا فاش يلا خديتها صورتها لكم هنايا باش نحطها لكم مع لا فيديو. خديتها باش نبقى ندير الواكس غير بوحدي في الدار، كنحيد الشعر يعني الزائد من الجسم كامل بوحدي في الدار. كتبقاي هكذا مأمنه في دارك ومساله اقتصاديه. وهاد الطريقه ديال الواكس غزاله بزاف. بالنسبه لهاد الاله رايي فيها زوينه بزاف وعمليه، كنصحكم بها يعني تاخذوها. يعني كتسهل عليكم تحيدي الشعر في البلاصه، كتبلونشيها في الضو، كتنزلي الحبيبات ديال الواكس، ففي 2 دقائق كتكوني كملتي وساليتي المهمه ديالك. فهي ما كتحرقش البشره، خفيفه عليها، وهذا الشيء اللي كيعجبني فيها وكيخليني نستعملها بالنسبه للجسم كامل وحتى الوجه. الا كانت البشره ديالك ماشي حساسه، انا كنستعمل هاد الماركه هذه من الواكس، ما كنستعملهاش لوجهي صراحه، وجهي حساس، كنستعملها فقط للجسم وكتعطيني نتائج غزاله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ما تنساوش من لايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم حباباتكم يستافدوا من الفيديو ديال اليوم. خليو